هناك شو هذا ابنك ما يحترم، انت من قاعد يمي، شو انت ما تحترم؟ تعالوا وليد مصطفى، وين المصرف؟ صار لك 10 ايام ما مطينه. يا مصرف يابا، خواكو شيء، غير من طيل بنتك، صار 4 ايام، شنو ما اعطيتك اياهن؟ وانت ليش تصيح علي؟ يابا مو اصيح، بس ما تدري بالظروف اللي انا قاعد امر بيها، يابا والله العظيم تعبت، هي التاكسي، مصرف البيت، مصرف الي، مصرف لاختي. ابني اذا ما تشتغل شلون نعيش؟ ماشي هسه اصعد وراح اجيب لك اياه. مريم ها مصطفى، مو عندك فلوس المصرف؟ مو قلت لك طيل لابويا؟ هسه ظل يحكي علي. والله نسيت الناس اعطيك اياها هي موجوده. طيب شو وقت الله يخلصنا من هالمصرف، تقاعد هو. طول بالك يابا. ابويا هذا المصرف واعذرني، خاف عليه صوتي عليك، تعرف ضغوطات العمل ابويا والشارع ازدحام. يلا ابوي هي وانا تعبان. ابوي هو اللي نريده، يبيكم يعني هذا البيت بس مشاكل، بس مشاكل، ما حد ينام. طيب فلوس ايش كنت تسوي مشاكل البيت؟ تعال ما شاء الله صاير محامي، اطلع الشغل انت قاعد وتاخذ مصرف منه، كان استحيت على روحك. وانت شنو عين استاذ مصطفى تحاسبني؟ عند ابوي هو يحاسبني، وتدري بيها لاعب طوبه. ولا لاعب طوبه، اقول لك شو هذا ابنك ما يحترم، انت من قاعد يمي، قم. ماكو احترام؟ ما تحترموني؟ على فلوسك هاي اخي خذ الموضوع. انت شو ما تحترم؟ يعني ابوي قاعد يمك ما تحترم، تعلي صوتك وشي النفاضه، لا تمسعد على نفسك. مو شغلة احترام ولا شغلة فلوس، بس المشكلة لا هو ولا انت قاعد تحسون بي. انا اصلا ما راح ابقى بعد بالبيت دقيقة، خلي في ايدك ابنك ابو اطلع طوبة. برا، ما اريد اشوف وجهك بعد، وانت قضيت عمرك كله بالطوبه. قوم الحق اخوك يلا. ابوي انا شنو ذنبي؟ اذا عطوه بعد ما يعطوه مباشره اطلع الشغل، بس اهم شيء الاحترام ابوي، ترى هذا كل احترام ما عنده مصطفى.